الرئيس هو صاحب الموقف، وكل اللي موجودين مساعدين بيساعدوه في اداء مهامه بس، فهو صاحب القرار، هو اللي بيقول انا فلان ده ما عجبوش، لا غير ده وهات لي واحد تاني كذا، هيعمل كذا. بمعنى انا مثلا جبت شيف جديد، ففي دكتور بيطري في اداره التموين في الرئاسه، هو معاه شنطه فيها كيميكالز، فبياخد عينات من الاكل ويحطها عليها ويعرف اوكي. مش بيدوق يعني، مش لا يدوق ايه، هيموت هو. ما هي عشان كده السؤال كان انه في حد بيجرب الاكل، طب يعني لا هو كان لو الاكل فعلا في حاجه لا قدر الله، ما هو الانسان اللي كنا بيجرب بنضحك فيها ان لما بيحط الكيميكالز في حاجه يشك فيها مواد مسممه، يشك فيها، يقول لك احتياطي اكل انا حته عشان ما يقولش لو في حاجه فانا جريمه. فلا هي في احتياطات امنيه طبعا، الرئاسه محترفه في هذا الامر، الناس اللي فيها محترفين في كل التفاصيل يعني. طيب يبقى نصيحه حضرتك الاخيره للرئيس السيسي انه اكتر شخصيتين داخل الرئاسه يجب ان يعني ادق جدا في اختيارهم، هو الحلاق والطباخ، لان دولت الاخطر على حياته يمكن اكتر حتى من